شج رأسه، احتلم فأفتاه بعض الناس بوجوب الغسل، اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. مشاهداتنا الكريمات، مشاهدينا الكرام في الجزائر وفي كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. من الجميل والرائع أعزائي المشاهدين أن يتجدد اللقاء بكم في حصتكم وبرنامجكم هلا سألوا. في برنامج هلا سألوا نستضيف علماء ومتخصصين في الفقه والشريعة الإسلامية من أجل الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. مشاهدينا الكرام، رحبوا معي في حلقة اليوم بفضيلة الدكتور سعيد بويزري. أهلا ومرحبا بك أستاذ جامعي، ونهنئك بمناسبة زيارتك للبقاع المقدسة سيدي الكريم. الله يبارك فيك خيال، مرحبا بك. الله أهلا يبارك وسهلا بك سيدي الفاضل. الله يبارك فيك، بارك الله سيدي فيك. الكريم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. نعم. المسؤولية في الإسلام تعني الجميع، نعم. تعني الصغير وتعني الكبير، تعني المرأة وتعني الرجل، كل في موقعه مسؤول عن نفسه، مسؤول عن أهله، مسؤول عن ماله، وتتعدد بذلك المسؤوليات. ولكن حينما تتلمس في بعض الأحيان أن هناك من لا يقدر هذه المسؤولية، فتجد أن بعض المعيلين يضيعون من يعول، وتجد بعض أهل المهن يضيعون مهنهم مع أنها مهمة بالنسبة لغيرهم. نعم. اللامبالاة سميت آفة، وخطرها كبير إذا انتشرت، أليس كذلك سيدي الكريم؟ نعم، بارك الله فيك بلال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. أخي بلال، الحديث الذي ذكرته هو حديث جامع. النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، إلى نهاية الحديث. فهذا الحديث الجامع يحمل الجميع المسؤولية، يحمل كلا في موقعه، سواء تعلق الأمر بالأولياء داخل أسرهم، في أسرهم، في علاقتهم مع أولادهم وأهلهم، تعلق الأمر بالحاكم تجاه الرعية، بالراعي تجاه الرعية، تعلق الأمر بالمدرس تجاه التلاميذ أو طلبة العلم، الطبيب مع المرضى، الطبيب وهكذا مع المرضى والجميع. حديث جامع، ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. صحيح. ففي هذا الحديث يعني مبانيه صغيرة، يعني في مبناه صغير، ولكن في معناه عميق وعظيم. عميق وعظيم. نعم. لذلك أخي بلال، بارك الله فيك، حينما قلت هناك آفة انتشرت وهي آفة اللامبالاة، ما يهموش. وفي الحقيقة مثل هذه اللامبالاة، لو تسمح سيدي الكريم، أحيانا يتعلق الأمر بالنفس البشرية، أحيانا يتعلق الأمر بأموال وأمانات الغير، أحيانا يتعلق بأمور يعني خطيرة، أن تجد إنسانا لا مباليا بحياة إنسان آخر. هذه مشكلة، سواء يقود بسرعة، سواء لا يهتم بصحته، سواء كذا، سواء يعني هذا. نعم. في الحقيقة هذا الحديث يحقق التوازن الكامل للإنسان في جميع مجالات الحياة. مادام ذكرت يعني عدم الاهتمام أو لا مبالاة بالإنسان كإنسان، دعني أضرب مثالا من واقع الحياة. الذي يسير بسيارته، يقود سيارته بسرعة فائقة، وهو لا يبالي لا بأحكام الشريعة ولا بأحكام القانون، لا يبالي لا بسلطان الشريعة ولا بسلطان القانون، فيكون مهملا لا يبالي. وبعد ذلك إذا وقع ما وقع، وقد وقع الكثير، صحيح. الكثير من الأحداث. بالمناسبة، حينما نقرأ إحصاءات يعني حوادث المرور على مستوى العالم، صحيح هناك أسباب أخرى متعلقة ربما بظروف لكن فيه لا مبالاة، ولكن السبب الرئيس، السبب الأساس هو الإنسان الذي لا يبالي بتلك الأحكام، الذي لا يبالي بقانون المرور أو بقواعد الشريعة في السير. لذلك يهمل.
وينسى ولا يبالي وينسى بأن ذلك الإنسان الذي قتله برعونته وسوء سيره وبلا مبالاته، ذلك الإنسان الضحية لا يملك إلا روحا واحدة. صحيح. وقد يكون أبا، وقد يعني كثير قد من يكون أبا، قد تكون أما، قد صحيح. تكون زوجة، قد يكون ولد عزيز، بنت عزيزة. نعم. صحيح. مما أذكر في هذا الباب مرة من المرات واحد طفل صغير يوم العيد سبحان الله عمره 9 سنوات، يعني قتله أحد الناس في، طبعا هو قتل خطأ ولكن برعونة ذلك القائد. فأمه المجروحة تقول ليت يعني هذا الحادث وقع بعد ذلك، يعني وقع بعد العيد أو قبل العيد ولم يقع يوم العيد. ولكن يعني شوف، انظر إلى حجم الصدمة. وذلك الإنسان ينسى بأن ذلك الإنسان الضحية لا يملك إلا روحا واحدة، ما عنده زوج أرواح ولا يمكن أن يعود بها إلى حياة الدنيا، لا يمكن نهائيا، يحرم منها نهائيا. وذلك يعيش بشعور الندم. طبعا إذا كان ضميره حيا يعني يقظا سوف يندم طوال عمره. لذلك الذي يهمل، الذي لا يبالي في عمله سوف يندم، ولكن حيث لا ينفع الندم، وهذه آفة كبيرة جدا. لذلك ربنا سبحانه في القرآن الكريم حينما أمرنا بالعمل قال وقل اعملوا باش يعني يربي فينا ويزرع فينا روح المسؤولية. قال فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، يعني كل هؤلاء شهود على عمل وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ونبينا صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى قائلا إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إتقان العمل والشعور بالمسؤولية وذلك الضمير اليقظ الحي هو الذي يجعل الإنسان يبالي ويهتم ولا يفرط ولا يضيع. سيدي الكريم، يعني نذكر جميع أهل المهن باحترام وبإجلال. مهنة الطب مهنة سامية، نحيي من خلال هذا المنبر، نحيي كل من يقوم على النفس البشرية بالمحافظة عليها وبالنصيحة. كذلك أهل التجار ومن يبيعون سلع للناس، كذلك نحييه من هذا المنبر كل تاجر بار يعني يراعي الأمانة في بيعه وشرائه. لكن نتكلم عن بعض الذين يسيئون إلى هذه المهن باللامبالاتهم، بعض من يقفون موقف يعني الله تبارك وتعالى ربما شرفهم بأن يقفوا مقام الحفاظ على الأنفس، كما جاء في الآية القرآنية من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ومع ذلك يضيع الأجر ويضيع يعني النفس التي حرم الله يعني إلا بالحق، يعني كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة نوجهها لهؤلاء الذين ربما بكلمات منك سيدي الشيخ ربما يستيقظ فيهم الضمير. نحن نحيي من يقوم بهذا العمل، نحيي الأكثر، ولكن هؤلاء البعض الذين يفسدون على أهل المهنة وأهل الصنعة وأهل الإتقان، والذين يسيئون إلى هذه المهنة الشريفة كما قلت. يعني الطبيب طبيب بلباسه الأبيض وهو يستقبل المريض، يشبه الناس يشبه الناس حقيقة في عبادة، هو في المحافظة على الأنفس. وحينما يحمل سماعته قائلا بسم الله بسم الله، هذه الكلمة تزرع الأمل في قلب المريض. وإذا أتقن الطبيب مهنته واحترم أصول الطب وقواعد الطب، وهو يبذل ما يملك من عناية. لذلك هناك قاعدة ذهبية في هذا الباب يقول لك الطبيب ملزم ببذل عناية لا بتحقيق غاية. أعيد، الطبيب في مثل هذه الحالة ملزم ببذل عناية لا بتحقيق غاية اللي هي الشفاء. لذلك الطبيب الحاذق، الطبيب الذكي الذي يبالي ولا يهمل، الذي يشعر بروح المسؤولية والذي يقدر شرف أو قيمة هذه المهنة الشريفة كما قلت حقيقة، سوف يحترم قواعد الطب ويحترم أصول الطب. وبعد ذلك يقول للمريض، يقول ربي يجيب شفاء، يزيد يختمها بهذا الدعاء. وحقيقة هذا الطبيب هذا المرض ربما كما يقول الكثير منهم يقول لك نخرج من طبيب كما هذا ربما 50% من العلاج خلاص بكلمة طيبة التي تزرع الأمل. ولكن كما قلت حقيقة نحيي ونهنئ كل هؤلاء الذين يتقنون أعمالهم والذين يشرفون هذه المهن، ولكن نوجه بنان التهمة ونوجه يعني نسلط الضوء على مواطن الخلل
الذين يضيعون هذه الأمانة، الذين يسيئون إلى هذه المهنة، الذين يعني المرضى بهذه الآفة، آفة اللامبالاة. والكثير من المرضى يعني كانوا ضحايا اللامبالاة. صحيح. كان اللي ينسى كذا، ووقائع كثيرة في هذا الباب. نقول اتقوا الله عز وجل، هذه كلمة نوجهها من خلال هذا المنبر الشريف، منبر الفتوى. نقول اتقوا الله عز وجل في صحة هؤلاء. هذا يسلم لك جسده كاملا، يفعل فيه ما يشاء. عليه أن يحترم تلك القواعد، تلك الأصول. وأيضا أستاذ، يعني البعض قد نجد يعني نماذج جميلة في المجتمع من صحيح. أهل المهن، يعني مختلف المهن التي فيها المسؤولية وفيها يعني الرعاية بالآخر، وخاصة من يعني تكفلهم الله وشرفهم الله بمثل ما تفضلت سيدي الكريم. لكن أيضا الطرف الآخر، الشكر، المبادرة بالاحترام، لأنه البعض يا سيدي يجتهد في خدمة الآخرين، ولكن في الأخير لا يسمع كلمة تقدير وكلمة شكر. نعم. يعني هذه أيضا يعني تدخل، يعني حتى نؤسس ربما لبناء اجتماعي تكافل. صحيح. يعني يشجع بعضه بعضا على الخير، لأنه الإنسان في الأخير تحييه كلمة شكر، تحييه. حتى التحية قال من معانيها أنها تحيي النفس. صحيح. وأن الاحترام يزيد في العمل ويزيد في المبادرة. يعني أصلا لما تجد إنسان يجحد ما تقدمه له أو لا يبالي هو الآخر بما تقدمه له، يعني هنا كما يقال لا يستقيم البناء أنت تبني وغيرك صحيح. نعم. متى يبلغ البنيان يوما تمامه. نعم. إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. صحيح. بارك الله فيك يا أخي بلال. نعم. هذا سؤال ذكي جدا. لكي يتحقق هذا التوازن. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال من لا يشكر الناس لا يشكر الله. صحيح. يعني الشكر يديم النعم حقيقة. صحيح. الشكر يديم النعم. إذا كان ربنا سبحانه في القرآن الكريم في آية القرآن في أواخر سورة الزمر يقول فنعم أجر العاملين، ورغم أنه كل مؤمن يدرك تماما بأنه إذا دخل الجنة فبرحمة الله عز وجل وفضل، كما ورد في حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا إلا أن يتغمدني له برحمة منه وفضل. ولكن مع ذلك حينما يقول قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. بعدين ربنا قال فنعم أجر العاملين. إذن هذا رب سبحانه يعترف بجهود البشر بصيامهم. والله يعني من أسمائه الشكور، هو يشكر لعباده الخير ويشكر صحيح. لعباده الفضل ويشكر. ويقول أيضا وسيجزي الله الشاكرين. يعني الذي يشكر الله عز وجل ربي يجازيه. فذلك هذا خلق يجب أن يكون متوارثا فيما بيننا. نقول للمحسن أحسنت حينما يسمع كلمة واحدة هذه تزرع فيه طاقة الإنرجي، طاقة قوية جدا صحيح. تدفعه إلى الإنتاج أكثر وإلى الإبداع أكثر وإلى العطاء أكثر، ثم تطمئنه. يقول مادام الناس اعترفوا بالجميل تاعي بالخدمة تاعي هذا يشجعني. حتى ربما من ناحية المادية يكون ضعيفا أو كذا، ولكن الجانب المعنوي مهم جدا. يعني في قول حياة معروف الإنسان. خير من صدقة. نعم. ألم يقول الشاعر أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم ومن الإحسان الشكر، ولطالما استعبد الإنسان إحسان أو الإحسان إنسان حسب البيت الشعري. فبالتالي أقول إذا كلمة الشكر هذه مهمة، هي أيضا هي خلق رفيع، هي ذوق. صحيح. هذه دلالة على ذوق رفيع. وحياة النفوس وقلوب. نعم. كي ربما بعض منا يسافر الخارج وكذا يقول يشوف السيفيزم. صحيح. يقول سبحان عندهم كلمة طيبة السيفيزم. هو السيفيزم هذا موجود عندنا يا عجب، موجود بلا حدود ولا سدود. صحيح. ربي في القرآن يقول وقولوا للناس حسنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يقول كلمة طيبة. وربي قال في سورة إبراهيم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة إلى آخر الآية القرآنية في سورة إبراهيم الآية 24 حتى الآية 27. وآيات كثيرة وأحاديث كثيرة كلها تعلمنا الذوق الرفيع. وصدق القائل الذوق سلوك الروح. الله. نعم. سيدي الكريم، دائما في قضية المسؤولية الآن نتكلم أيضا عن تربية الأبناء، هي أيضا نعم. مسؤولية. البعض اسمح لي يعني يترك فلذات أكباده إلى التلفاز أو الشارع، لا نعم. يبالي بتربيتهم، لا يبالي بتعليمهم، ربما ينفق عليهم، ربما يكسوهم إذا عروا ويطعمهم إذا جاعوا ويؤمن لهم مسكن، ولكن التأديب
الذي هو ربما يعني الجناح الثاني صحيح. الذي يكون به الإنسان، وربما هو أساس الإنسان، التربية نعم. والأخلاق. كثير من الناس ربما لا يبالي، صحيح. لا يبالي يعني يعني أكان صالحا ولده أم كان طالحا. يعني نعم. كلمة في هذا الموضوع. نعم صحيح. الأسرة هي المحضن الطبيعي الأول لتربية الأولاد، المحضن الأساس، والأسس الكبرى والأصول الكبرى للتربية تؤخذ هنا داخل هذا المحضن الأول، ثم تأتي المدرسة ويأتي المسجد ويأتي كذا والشارع وهكذا والإعلام وغيرها. ولكن الأسرة هي الصح. ذلك كما قلت أخي بيل بارك الله فيك، هناك بعض الأسر تؤدي وظيفة الرعاية فقط، مش وظيفة التربية. فندقة يعني فندقة، يأكل يشرب ويلبس واش يحتاج، ولا فليكسيلو. درك زادوا لنا حاجة جديدة، كل ما يجي له الطفل يقول لك فليكسيلي تفليكسيلو، فبالتالي إذن ماهوش الحياة غير فليكسي ولا غير يأكل ويشرب ويلبس. صحيح. وهكذا. صحيح. والحياة حقيقة معقدة الآن. نؤمن إيمانا جازما أن التربية الآن صعبة جدا. صحيح. لأنه ذكرنا قبل حين البيت الشعري: متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. صحيح. يعني المدمرات كثرت. صحيح. لذلك لازم جهود الأسرة تضاعف. صحيح. تكون مضاعفة من أجل ضمان البناء التربوي المتوازن للأولاد. يعني أستاذي الكريم في هذه النقطة، يعني نقطة يعني الصعوبة، يعني إياك نعبد وإياك نستعين. الإنسان ربما يطلب العون من الله، يعني كما جاء في الحديث: لا تعجز واستعن بالله ولا تعجز. نعم، يتخذ الأسباب ويستعين بالله عز وجل. أكيد أن الله سيوفقه، فهو مسبب الأسباب. فضيلة الشيخ، نشكرك شكرا جزيلا على ما تقدمت به. شكرا لك أيضا. شكرا. الظاهر أنك أتيت بطاقة جديدة. الله يبارك فيكم، مع شيء من الإرهاق، ولكن الحمد لله. لا بأس، إن شاء الله يبارك الله. ونراكم نتزود منكم يعني طاقة كبيرة. نحن كذلك سيدي الكريم. إذا مشاهدينا الكرام، على بركة الله تبارك وتعالى نسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم التي أقول ما عليكم إلا أن تتصلوا بنا عبر الأرقام المبينة أسفله في الشاشة. سيدي الكريم، نبدأ بسؤال يعني بداية حول 6 من شوال. يعني كثير من الناس ما شاء الله يعني يواظبون على صيام هذه الأيام، ولكنهم يعني البعض يتساءل: هل تصام يعني مجتمعات أم متفرقات؟ هل تكون في أول، في الوسط، في الآخر؟ نعم، هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم تبشر وتبين أجر صيام 6 أيام من شوال، فهي تدخل في باب صيام التطوع. صيام التطوع، الحمد لله رب العالمين. هذا من فضل الله عز وجل ومن نعمة الإسلام، أنه كاين الفرائض وكاين النوافل. درك في الصلاة كاين الفرائض وكاين الرواتب وكاين النوافل المختلفة، وفي الزكاة كيف أيضا كاين زكاة الفرض، وكاين أيضا الصدقات وهكذا. وكذلك في أمر الصيام. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان. آمين يا رب. نشكر ربي أن يبلغنا هذا رمضان الماضي، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان القادم، ونسأل الله القبول في كل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، الأجر نتاعو كصيام الدهر، يعني كصيام سنة. إذا كان طبعا الحسنة ب10 أمثالها، باش نستعرف يعني هذا الحساب. يعني الشهر هذاك مضروبة في 10 معناها عنده كأنه صام 10 أشهر، وكي صوم 6 أيام وكل يوم ب10 كأنه صام شهرين. 10 أشهر زائد شهرين يساوي 12 شهر، معناه يساوي سنة. نكمل أم هناك سؤال؟ نعم، فيه أسئلة أستاذ، وبعد ذلك نكمل أسئلة المشاهدين الكرام. ومع السيد إدير من العاصمة. سيد إدير، مرحبا، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، مرحبا بك. معك يدير خويا من رئيس حميدو على الهواء مباشرة. نحييك. ما شاء الله ما شاء الله، كل عام وانت بخير. امين، نعيد عليكم نقول لكم صحة عيدكم. وكل عام وانت بألف خير. واسمح لي نحيي السيد الشيخ اللي هو معك، نحبوه بزاف، ربي يطول عمره وان شاء الله البركة. ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك فيك. الأول بك إذا سمحت. تفضل سيدي. أنا على كل حال حضرت بزاف بالجمعات هكذا. أيوه. كيد الأذان الثاني تاع الجمعة. أيوه. الإمام يا خويا يكون يخطب، وكاين بعض الجماعات هكذا يجيو ساعة متوخرين، يعني يجيو بالقانون باش يطموا هكذا دراهم باش يبنوا المساجد. يقول لهم الإمام، يقول لهم جماعة عاونوهم. بصح الإمام يبقى في المنبر وهم يجمعوا في الدراهم. يعني هو يعني يخطب يعني
يكون يخطب شويه هما يتوخروا نورمالمون قبل الجمعه يبداو يعني مليح. يجمعوا دراهم باش مفهوم. يجوا بالقانون، يعني بالقانون ما يجوا ماشي. معليش هذا يعني سؤالك واش الأول. رايو سيدي الشيخ كي يكون الامام يخطب وهذا الناس يجمعوا دراهم؟ صح. مفهوم ولا ماشي مفهوم سؤال؟ مفهوم مفهوم. هذا هو سؤالك سيد إيدي. السؤال الثاني والاخير، ايه على بالك اخي الكريم هذه ايامات الصيف والناس هذاك تخرج بالسيارات ايه نعم. يحوسوا كامل، ولكن كاين بعض الشباب ماشي كامل، كل واحد يحكم الشارع ويقول لك هذا باركينغ كيما نقولوا، انت تجي عندنا لهنا ولا تحط الطوموبيل تاعك كي تكمل تعوم ولا تحوش ومن بعد كي تجي الطوموبيل يقول لك هذاك الشاب خلص، وهذا إيه. الباركينغ ما دارتوش البلديه اللي يجي يدير باركينغ براسو. انا مفهوم. جاب لي ربي دراهم هذوك حرام اليوم يخلصوا فيهم. لا خلاص إن شاء الله تسمع مفهوم. الإجابة إن السؤال شاء الله. الثاني، إيه؟ مفهوم. مفهوم جدا. بارك الله فيك بارك سيد الله إيدي. فيك وتهلاو نفسي الشيخ اللي معك. يعطيك الصحة. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. توصك علي يا سي بلال. معنا السيدة معنا السيدة نهاد من البويرة. تفضلي سيدة نهاد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك. عندي سؤال للشيخ. ايه تفضلي. مرحبا بك. اخي سؤال راه محيرنا بزاف. ان شاء الله تزول الحيرة عليك ان شاء الله. ان تفضلي. شاء الله. عندي الاخ تاعي، الاخوه عندي 4 الله يبارك. ربي يحفظهم لك ان شاء ساكنين الله. في بلاد برا. ايوه. وعندهم واحد المشكل، يمرضوا يطيحوا هكذا ونجيبوا لهم الطلبه نجيبوا لهم. فهمتني؟ يعني يتصرعوا. يتصارعوا ايه. ويقولوا ياخذوا باسم الجن. وحنا نجيبوا لهم الطلبه اللي نجيبوا لهم يقولوا ما قدرنا لهمش. جبنا لهم 8 مره واحده. ايه. ومن بعد ولاو يطيح عليهم البيض، يطيح عليهم ما همش تاوحهم. ويقولوا بلاهم يقولوا لنا خرجوا. البارح لوحوهم قاسوا طفل صغير بصح يعني هذه شافوها كاع ماشي حنا كذبناهم المره الاولى. ايوه. والبارح عاد التيرنات هما ديالهم ماشيين بالتيرنات عاد تتكسر وطيح عليهم. ولوحوا طفل صغير في عمره عامين قاسوه بالطفيل في راسه. صح. الظاهر أنه المسألة تاعك واضحة وإن شاء الله تسمعين الإجابة من فضيلة الشيخ. جاوبوني بكل وضوح يا أخي. أنا إن شاء الله إن شاء الله ما يكون غير الخير إن شاء الله. إن شاء الله ما يكون غير الخير. اللي راهم يقولوا لنا اخرجوا يسمى يهضروا على طريقهم هم. يعني معليش تسمعين. كاع راهم هذاك يعني يقولوا لكم اخرجوا من الدار هكذا. هكذا. ان شاء الله خير ان شاء الله خير. يعني يجيهم حوايج ما همش تاوحهم. ربي معاكم ان شاء الله. ربي معاكم ان شاء الله يا اخي. فسرنا هذه كاين منها ولا لا؟ احنا مأمنين وماناش رانا في حيره كبيره. ان شاء الله ربي يرفع عليكم الحيره والبلاء ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. بارك الله فيك. السلام عليكم. معنا السيدة زهراء من فرنسا. تفضلي سيدة زهراء. مرحبا يا سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك الحاجة. مرحبا بك. عواش لكم. والله الحمد لله. مرحبا بك. اللهم لك الحمد. راكو غايه عيطتوا لاباس. عيدنا ما شاء الله. الحمد لله. هيا الله يدومك العنان تاع كل مؤمن قاعد. امين. الله يكرمك الحاجة. يا ودي عندي زوج اسالات ولا نسلبك على. تفضلي. عندي بنت جو كواكو فيها المرض النفساني. من صغرها ما ترقدش. ياه. ما ترقدش. وهي تمنين يبان الحال عاده دي فوا تايبه الحال ترقد ما تنوضش لوحده ولا 12 ولا زوج تاع النهار. ايوه. والصيام ما تقدش تصوم وراه فيها الدين من بكري. وهي راها قالت لك الصيام هي في هذا الشهر كملاتها غير بالكشايف بالغبينه. اسكو زعما عندها شي حل في الفدوى ولا ما عندهاش؟ الصحة الحاجة. وشحال في عمرها البنت هذه؟ راها في عمرها 37 عام. الله يبارك. غادي 38. المرأة راه عندها زوج وليدات. الله يبارك. مليح. ربي يحفظهم لها. والاخرى ثاني فيها الدين بزاف وقالت لك ما نقدش نصومها فيها الدين من صغرها. راها في عمرها قريب 50 عام. هي ودرك زعما قالت لك شحال عندها دين هكاك وشحال عندها هكاك الدين؟ الدين شحال هكاك؟ فيها راه فيها عارف الصغر من الصغر وراه قاعد مازال هم راه عاد يعني بشهوره يعني شهوره. كل عام تحجر لهم كل عام تحجر لهم. مفهوم خلاص ان شاء الله تسمعي. وعندي اسئله نايا ثاني الا نجم نحكي لك شكاين ولا تيهونه. تفضلي يعني معليش تفضلي. انا ولدي كنت متزوجه. أيوة. كنت متزوجه مع راجل الاول الله يرحمه. الله يرحمه. وطلق في طريقتي انا وياه طلقت 20 عام. هو تزوج وانا تزوجت. ايوه. وهو منين مسكين المراه سمحت فيه وغبناته. أه. كي مشيت للبلاد مشيت انا وبنتي هذه الكبيره قعد عندي جبته عندي
خاطر مرض قصر ديته بالعباس دويته. ايوه. قعد معايا 4 شهور ولا ولقى مولاه لقى ربي. الله يرحمه ويسعده. هي منين كان مريض كان نسيت في الطريق الهضره كي كان مريض. كان شويه حشك مغبون راك عارف وجو غسلوه ولا ما خليتهمش. انا حكيت له قلت له زعما نعطيك باش تنقي روحك تسمحني ولدي حشك. قال لي ما نجمش. قلت له انا نقد ندير. قال لي كي بغيتي. لحيه في الدين انا نقيته. مفهوم. قدام ما يجي الغساله باش يغسلوه. مفهوم. اسكو حرام عليا ولا حلال ولا درت مليح ولا ما درتش مليح. خلاص ان شاء الله تسمعينا الاجابه الحاجه وربي يكون معك ان شاء الله. ولدي يعطيك الصحه. مرحبا بك في كل وقت. شكرا جزيلا لك. معنا السيد نبيل. معنا السيد نبيل من باتنا. تفضل سيد نبيل. الو السلام عليكم. مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمه الله. الشيخ عندي سؤال. تفضل به سيد نبيل. الشيخ تعرفت على فتاة عبر الهاتف النقال. ايوه. الشيخ عندي 4 سنين من اللي تعرفت عليها. وتم الصلاة هذه نهار الاول قلت لها انا اللي ما عنديش مانيش كافي روحي ماديا باش نقدر نتزوج بيك ولا نديك ولا كما نقولوا. ايوه. علول جبنا لها علاقه نتاع شغل اصدقاء ثم كانت تمشي معايا برك يعني. مفهوم. ومن بعد قالت لي دخلنا في الموضوع هذا تاع الزواج. قالت لي انا اللي عندي دراهم ونعطيك ونعاونك وعندي مبلغ من المال معين هكا نعطيك تعاون به روحك مهم تديني وخلاص. الشيخ من بعد منا الاول هضرت مع ما قلت لها ما هاي كيف انا تعرف انا واحد الفتاه خص راحي تشوفيها. كي راح شفتها ما عجبتهاش رفضتها. قالت لي يا بني ما كلحت بها ومنا ما عجبتنيش. قالت لي اخلاقها ما عجبونيش. ايوه. منا بقيت نمشي نهضر معاها غير بالتليفون. ايوه. الشيخ لمده 4 سنين وتوصلت حتى وليت نظرت على ما عيطت على ما عيطت على جال الطفله هذه. الشيخ من بعد الطفله هذيك شغل ما قبلت كي شافتني نخلق وشافتني هكذا ثم قالت لي روح معليش ثم نسهل لك. ايوه. الشيخ من بعد الصلاه هذيك كي وصلت للصح قلت لها منا. قالت لي ما عندي لا دراهم لا والو وتمسخرت بيا كانت تكذب عليا وكذبت عليا في عده امور بزاف. توصلت غاطني روحي عدت نقلق منها نسبها ونسب لها حتى والديها نسب لها امها نسب لها المهم نسبها ديما. الشيخ من بعد مانيش لاقي روحي وش هو الحل يعني كيما نقولوا يا ترى يجوز لي نديها ولا لا. وانت عندك رغبه انك تتزوج بها؟ الشيخ ساعات اخرين قلبي يقول لي هي ساعات اخرين يقول لي لا لا والله ما فهمت يعني. ان شاء الله خير تسمع النصيحه والتوجيه من فضيله الشيخ. وكتاش الشيخ نسمع الجواب الان ان شاء الله تسمع. ان شاء الله تبعنا برك وان شاء الله تسمع الجواب. يا صحيت. بارك الله فيك. شكرا. إذا سيدي الكريم نعود إلى شوال. نعم إلى شوال. وهناك يعني سؤال حتى يعني السيدة نبيلة من عيد بنية تقول أتممت اليوم صيام 6 أيام من شوال هل أفطر غدا أم أبدأ في قضاء ديني يعني حتى يكون نربط بينهم. نعم نربط بينهم. أولا استمتاع شوال بينت فضله من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي صام استمتاع شوال بعد ما صام شهر رمضان فإن شاء الله تعالى عنده أجر كأنه صام الدهر يعني صام سنة كاملة. طيب الآن هل تصام يعني متفرقات أو متتابعات؟ نعطيك خلاصة الفقهية في هذا الباب. الإنسان المسلم حر إما بعد العيد مباشرة يصومها متتابعة يعني بعد العيد كما أختنا نبيلة من عين بنيان بعد العيد مباشرة بدأت تصومهم وكملتهم. الله يبارك هذا أمر مقبول. وكاين كذلك اللي يفرقهم من كل سمانة يصوم يومين. هناك من يترصد يصوم الاثنين والخميس يعني باش يدي الأجرين إن شاء الله. يصوم الاثنين والخميس الأسبوع الأول الأسبوع الثاني يصوم الاثنين والخميس الأسبوع الثالث الاثنين والخميس الله يباركها وكمل 6 أيام. وكان اللي يخليهم مباشرة إلى الأسبوع الأخير من شهر شوال. كل هذا جائز وصحيح من الناحية الشرعية. جميل. طيب نعود إلى أختنا نبيلة من عين بنيان. أقولها يا أختي الكريمة أنت مادام كملتي اليوم 6 أيام تاع شوال أنت حرة
إنما الأعمال بالنيات، الحديث هكذا يقول، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ليس شرطا أن تفصلي بين صيام 6 أيام تاع شوال يعني أيام تطوع وبين قضاء الدين. كملتي اليوم الصيام تاع 6 أيام تاع شوال، قادرة غدوة ترتاحي تفطري عادي، وتفطري يوم يومين ترتاحي تسترجع القوة نتاعك، وبعدين تبداي تقضي دينك. وكما أيضا عندك حق أنه من الليلة هذه تبداي تبيتي النية نتاع قضاء الدين نتاعك بالنية، والنية هي اللي تفصل بين صيام 6 أيام تاع شوال اللي هي صيام التطوع وبين قضاء الدين اللي عليك، اللي ذمتك مشغولة بذلك الدين. يعني أنت حرة تفعلي هكذا أو هكذا، كلاهما جائز. جميل. أستاذي الكريم، نبدأ مع السيد إدير من العاصمة. يقول يعني هو يطرح مواضيع، يعني يقول ما حكم جمع تبرعات لبناء المساجد والإمام فوق المنبر يخطب؟ نعم. وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي أقوال للصحابة وللفقهاء كثيرة جدا لا يتسع المقام للتفصيل فيها. إذا كان وقت الدرس يعني احنا عندنا مثلا على الوحدة كان درس قبل الخطبتين، الدرس هذاك من الوحدة حتى 21 والوحدة ونص، هذيك المدة ممكن تجمع تبرعات كما قال أخونا الكريم يدير، قال لك بالقانون طبعا الإمام يقرأ يقول بناء على القرار كذا كذا كذا. صحيح. لا هذه السنة حميدة في كثير من المساجد، في جمع تبرعات لبناء بيوت الله عز وجل، أمر مهم، ولكن في الوقت نفسه يجب أن نحرص باش ما نخلطوش في هذه الأمور معناتها ماشي وقت الخطبتين اللي هذا من اللغو غير المقبول شرعا. من مس الحصى فقد نعم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا تنبيه إذا تنبيه. نعم. ثم أنه القول يعني كلام الإمام يقطع كل كلام، والإمام كيخ وخروج الإمام يقطع كل صلاة، معناها خلاص يعني ابدأ الإمام في الخطبة طلع فوق المنبر ما كاش اللي لا يصلي ركعتين ولا يجمع تبرعات ولا شيء، يتوقف كل شيء. المفروض الإمام ينتبه إلى هذه المسألة باش يجمع التبرعات لفائدة المساجد قبل شروع الإمام في الخطبتين. غير كي يبدا الدرس مثلا يقرأ ذاك القرار باش الناس تتصدق وتتبرع، ولا يتوقف قبل مثلا 21 يتوقف ويعلن للناس. وكان طبعا دائما الناس اللي موالفين يجمعوا التبرعات، هو ينتهي من الدرس وتكون التبرعات كلها وصلت إلى المكان المعروف داخل المسجد، ثم يرفع الأذان الثاني ويبدأ الإمام في الخطبتين والكل منصت منتبه. لازم الكل ينتبه وينصت. نعم. بعض الشباب الذين يحتلون الأرصفة ويطلبون المال من الناس بحجة أنهم يحرسون سياراتهم، للأسف بقدر ما يحزننا الشباب البطال العاطل عن العمل، بقدر ما يحزننا هذا الأمر حزنا شديدا جدا. يبقى واحد شاب ما يخدمش، مشكلة. صحيح. ولكن في الوقت نفسه يحزننا أن تكون مظاهر الابتزاز. يعني أي واحد كان من الناس اللي يحكي يقول لك أنا طول النهار وأنا نمد في الضرائب طول النهار، يحبس يتوقف باش يشري صاشي حليب، يجي واحد يقول له خلص. نعم. وبعدين يروح يشري في مكان آخر الخبز ولا خضرة ولا يتوقف دقائق معدودة، وبعدين ولات كل الشوارع محكومة وبغير قانون وابتزاز. نعم. حتى احيانا يعني بعض الناس يتعدون على املاكهم بالتكسير والتحطيم والسب والشتم. صحيح يلزمه اذا كان صاحب السياره قاوم او رفض تقديم المبلغ كما قلت ممكن يتعرض ونوع من الابتزاز. يعني لا، هذا ابتزاز لا يجوز. نقول لهؤلاء اتقوا الله عز وجل. احنا يحزننا باش تكونوا بطالين، ولكن يحزننا اكثر باش تكونوا مبتزين، لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا ضر ولا ضرار. وربنا في القرآن الكريم قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا يدخل في هذا الباب. والحديث يقول بأي حق استحللتم أموال الناس؟ بأي حق؟ ثم الواحد يحتل شارع كامل وحده ولا مع مجموعة من أصحابه يحتلوا شارع كامل، وبعدين يضعون الناس في حرج يحرج الناس. يجوا نساء عندهم سيارات يعني يتوقفوا كذا، يركنوا السيارة تاعهم وهي خارجة، وبعدين يوقفها هاتي دراهم ولا نديروا كذا نكسروا ونحطموا إلى آخره. وهذا حصل مرارا. نقول لهؤلاء الشباب اتقوا الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضر ولا ضرار. حتى إذا كان راكم في وضعية كيما هذه فممكن تمشي بطريقة آخر، يعني بطريقة موجود الحلول وموجود كاين حلول أخرى.
يعني حلول مشروعة. لأن نبل المقاصد يعني يقتضي نبل الوسائل. لازم تكون الوسيلة شريفة. إذا كان واحد يأخذ سيدي أي يعني شيء، اسمح لي يعني نعم. أحيانا أصلا لا يستطيع أن يضمن إذا فقدت شيء، يعني حتى العقد اللي ربما الغير مصرح به أن تحفظ لي شيء يعني سيارتي. نعم. أحيانا ربما تتعرض، قد يحدث أن تتعرض السيارة للسرقة، ولكنه لا يستطيع أن يضمن أصلا من أين يأتي بمال السيارة أو يعني نعم. هو ضامن، إذا ضمن حراستها فهو يضمن، أليس كذلك؟ حتى من الناحية الشرعية. من الناحية الشرعية كنتكلموا في مجال العقود. نقولوا هنا ما كاينش عقد، لا يوجد عقد، لا يوجد عقد. معنى واحد يعني يأخذ أموال الناس ويبتزها بغير مسوغ شرعي، بغير مبرر شرعي، وهذا لا يجوز. لا يجوز. إما يأخذ المال باستخدام التعسف، والتعسف طريق مرفوض شرعا، إما باستخدام الحيلة والاحتيال أيضا، والحيلة ليست سبيلا حلالا للتملك الملكية. إما يستخدم العنف، هو العنف والظلم وكلاهما مرفوض شرعا. إما يستخدم كل هذه الوسائل مرفوضة حقيقة، مرفوضة تماما. أو يستخدم سيف الحياة. سيف الحياة، يشوف الإنسان محترم وكذا إلى آخره ويحرج ويأخذ المال بسيف الحياة. ما أخذ بسيف الحياء لا يجوز، ما أخذ بالطرق الاحتيالية يعني هي المهنة في حد ذاتها ربما مهنة نبيلة، يعني هي مهنة نبيلة، أن الإنسان يحرس أملاك الناس وأمانات الناس، ولكن في إطارها وفي قانونها، في إطارها الشرعي القانوني. صحيح. طريق الشرعي القانوني، يكون عنده بطاقة، يكون عنده مكان معلوم، يكون هناك لافتة واضحة. لازم يكونوا متأدبين، وكنا نتكلموا على السيفيزم ونتكلموا على الذوق ونتكلموا على الأخلاق وكذا. فبالتالي أعتقد أن الذي يرفعنا عند الله عز وجل ويرفعنا عند الأمم أخلاقنا وسلوكنا الرفيع وتعاوننا الخير. وأما مثل هذه السلوكات في الحقيقة إن شاء الله خير، وإن شاء الله شبابنا إن شاء الله يرزقهم ربي إن شاء الله يرزقهم يا رب، ربي يرزقهم بالوظيفة المناسبة. لأنه عندهم جهود وعندهم عقول عاملة وجهود. عمر الخطاب من روائعه يا أخي بلال، من روائعه يقول إن الأيدي خلقت لتعمل، يا جمال. يجب أن ييسر لها العمل لتعمل. إن شاء الله. السيدة أم نهاد من البويرات تقول يعني لها 4 إخوة ابتلوا بمرض الصرع، يعني أحيانا يرون أشياء غريبة ويسمعونهم يقولون، يعني البعض من يتصدر الرقية ومن تصدروا لرقية هؤلاء قالوا لهم هذا على لسان الجن وهم يطلبون منكم الرحيل من المنزل. نعم. فهل يفعلون ما يأمرونه؟ نعم. أخي بلال لو سمحت لي، تفضل سيدي نبيل مع البنية عندها سؤال نتاع مضغة حبة جوز خطأ في نهار رمضان، هل علي قضاء؟ ليس عليك قضاء يا أخت نبيل، يعني ما نسينا سؤالك لأنه اتصلت هي هاتفيا قبل الحصة. نعم. فبدي نقول ما عندك حتى يعني الشيء، لا قضاء عليك مادام ضغطيه. وبعدين هي فقط تذكرت انتبهت ثم رمات يعني خارج الفم ساعة ولم تبلع شيء، فبالتالي ليس عليها قضاء. أما أختنا أم نهاد من البويرة، أولا نقول ربي يجيب الشفاء. آمين. لخوتك، هو الشافي جل، هو الشافي سبحانه وتعالى. فأنتم مبتلون، هذا ابتلاء، هذا ابتلاء. ربما لا تدرك قيمة الصحة يا أخي بلال إلا في مثل هذه الظروف. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. هذا التاج الكبير كان يستعطون ربي الصحة كبيرة، ولكن ما يعرفش قيمة هذه الصحة. صحيح. حينما ننظر إلى مثل هؤلاء ربي يشفيهم يا أمي هذا، نسأل الله عز وجل لهم الشفاء العاجل يا رب. أمرنا باتخاذ الأسباب. طبعا كي تكون أي حالة مرضية تعرض على الأطباء، فإذا عجز الأطباء يقول لك احنا هذا ماهوش من اختصاصاتنا، يكون اللجوء إلى الرقاة الذين يستخدمون الرقية الشرعية بأصولها وضوابطها الشرعية والأخلاقية. ثم بعد ذلك ننتظر الشفاء، لأن دائما نؤكد أن الشفاء في يد ربي سبحانه عز وجل، في يد ربي سبحانه عز وجل. وأثناء الرقية يا أخت أم نهاد مو شرط نعرفوا حالات كما هذه وربما أخطر من هذه، وين بعد شهور أو بعد سنوات الله أعلم، لأن الشفاء في يد ربي سبحانه عز وجل. الإنسان ما ييأس، ما يقنط من رحمة الله عز وجل عن طريق الرقية الشرعية، عن طريق المداومة، عن طريق الانضباط بأصول هذه الرقية. إن شاء الله ربي يجيب الشفاء. أما القول اللي هذه الأحاديث حقا تحصل، يعني ربما ذكرت بعض التفاصيل، هناك تفاصيل أخرى ربما لم تذكرها،
تحصل هذه الأمور، هي غريبة ولكنها موجودة لا ننكرها ما دام نراها يعني رؤية العين، رؤية العين يعني. وباش نعرفوا هناك عالم آخر ماشي غير حنايا، صحيح. كاين الجن، والجن فيهم الناس اللي ملاح الناس مش ملاح. لأن يقول الله عز وجل في القرآن الكريم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، ماشي كل الجن، نفر من الجن واش قالوا الناس مؤمنين فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. كان أحد العلماء كذكر هذه الآية يقول غير نحشم، يقول يا عجب هذا الجن، ويقولوا إنا سمعنا قرآنا عجبا عرفوا، وزاد يهدي إلى الرشد، هذا اعتراف منهم، وبعدين ولن نشرك بربنا أحدا، يعني هؤلاء من الجن المؤمنين وكذا. ولكن كان الجن العصاة واللي يدمروا واللي يخسروا، إن منا الصالحون ومنا دون ذلك كما الإنس كيف. إذن هذه الواقع ذكرتها هي حقيقة موجودة ما دام هم شافوها وكذا. ويبقى ما ذلك الأمر اللي يقولوا باللي تخرجوا من الدار لا تغادروا البيت، ماشي هما اللي يدبروا، عندكم عقد الملكية، راكم في داركم، ما يخرجكم حتى واحد، اتكلوا على ربي سبحانه عز وجل، ولازم يكون عندكم الصبر الجميل والنفس الطويل واتخاذ الأسباب، وربي قادر أن يحقق الشفاء متى شاء. ربي أمرنا بالدعاء، وأكثر من دعاء الأخت منهاد، دعاء ربي سبحانه، دعاء ربي سبحانه عز وجل هو الذي وعد، قال ادعوني أستجب لكم، إن كيد الشيطان كان ضعيف. نعم، وإن شاء الله كيد الشيطان ضعيف إن شاء الله، وربي وعد باستجابة الدعاء. ولكن أخت منهاد انتبهي جيدا، متى شاء وليس متى تشاءون، خاطر احنا كي ندعيو ربي سبحانه ربما نقولوا ضرك، ماشي ضرك، حنا ندعيو ونديروا خدمتنا وربي سبحانه هو اللي يستجيب وقت ما بغى هو. نسأل الله لهم الشفاء العاجل. آمين يا رب العالمين. سيدة زهراء من فرنسا تقول يعني ابتليت ابنتها بمرض حيث أنها لا تنام، وأحيانا تنام يعني حتى الواحدة الثانية، وهذا أثر في عباداتها وفي صيامها على وجه الخصوص. ومرت السنون وهي الآن لا تستطيع أن بالكاد تستطيع أن تستذكر ما فاتها وأن تعيد ما فاتها من رمضان. وكذلك أخت أخرى يعني قاربت 50 سنة تقريبا أنها لها نفس المشكلة، لا تستطيع يعني لها شهور وأيام كثيرة من رمضان بقيت في حقها دين، وهي الآن غير قادرة على أن ترد، هكذا تقول، غير قادرة على أن ترد هذه الأيام. ماذا تصنع؟ في الحقيقة أولا هذه حالة مرضية، يعني احنا كل ما خرج عن الصحة، نعم هذا حالة مرضية موجودة. أخي بلال هذا النوع من الناس، عندي حالة تعرفها على الأقل 3 حالات من هذا النوع، ينام برك يرقد برك إلى آخره، وأحيانا ينقطع عليه النوم فلا ينام، أحيانا ينقطع عليه النوم تماما، وأحيانا ينام وما لا يتذكر يعني حتى الواحد الآن يستشعر النعمة هذه. نعم هذه أيضا نعمة أخرى، ولا تدرك قيمة النعمة إلا إذا زالت أو إذا نقصت. تتبان القيمة تفات ما كيوث وقور ذي طلام، تظهر قيمة النعمة حينما أو قيمة النور حينما يكتنفون ديجور الظلام. لذلك نقول أن هذه حالة مرضية. حنا ننصحوا الأخت زهرة من فرنسا بالعلاج وكذلك بالصدقة، تداووا بالدواء والدعاء والصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. في أحاديث يعني في هذا الباب يقوي بعضها بعضا، صحيح. يعني إن شاء الله تعالى بالصدقة بالدواء إلى آخره، اجتهدوا في اتخاذ الأسباب، ويبقى الأمر عند رب سبحانه عز وجل. أما ما تراكم عليهما من ديون، هذا المطلوب أنه يحاولوا يقضوا، إذا كان ما قدروش ما يخليوش هكذا فات 10 15 سنة إلى آخره، يفديوا على الأقل هذيك الأيام، يفديوا هذيك الأيام إذا ما قدروش. إذا كان ما قدروش كانوا عاجزين عن الصيام ما قدروش، هي قالت الأخت الأولى بنتها الأولى قالت لك هذه السنة هذا الشهر صمتوا يعني بصعوبة كبيرة بمشقة كبيرة. فإذا كان الأمر كذلك، وكاين الحمد لله كاين رخصة أخرى، كاين حل آخر الفدية. وطبعا كل الناس تعرف يعني يقدموا الفدية عن كل يوم، إطعام مسكين عن كل يوم، هذا يجزي إن شاء الله تعالى. وبالمقابل يكون العلاج. يعني كم المقدار الذي المقدار بالنسبة في فرنسا، إذا كان هذه مادام أختي في فرنسا هي 6 أورو عن كل يوم. 6 أورو نعم. سألنا هذا الموضوع وفتيت شخصيا في هذا الباب في هذا المكان في خلال رمضان، وضحت هذه المسألة لأنه سألنا إخواننا هناك بفرنسا 6 أورو. أما عندنا هنا في الجزائر ما يعاد تقريبا 25 دينار عن كل يوم أو 25 دينار. يعني هذا الحد يعني أين تسكن أو ذلك أفضل، ذلك أفضل إذا كان فيه ثم فقراء إلى آخره، ولا ممكن توكلي أي واحد هنا في الجزائر
ويشوف الفقراء يكون إطعام للفقراء بعدد الأيام تاع الديون. إذا كان مثلا في كل شهر عندها 6 أيام 7 أيام، إذا كان هذه على مدار 10 سنوات معناها شحال من 70 يوم، لا. فبالتالي واحد يشوف يعني العدد، وبقدر العدد يكون يعني إن شاء الله هذيك الفدية. وهذه طريقة تبرؤ ذمتها إن شاء الله تعالى. يعني الأختين تأخذ هذا، أمام الأخت الثانية حتى الأخت الثانية اللي عندها 37 سنة واللي عندها 50 سنة. نعم. يعني نفس الشيء، تفدي عن كل يوم نعم. خلص. إذا وتقول أيضا أنها كانت متزوجة وتطلقت من زوجها، وبعدما توفي رحمة الله عليه الظاهر أنها تولت يعني تغسيله قبل أن يأتي المغسلين أو تنظيفه على الأقل. تقول هل ما صنعت؟ قالت وهي أشفقت عليه، ويعني وقام كانت يعني لم تنسى الفضل بينها وبين زوجها. يعني تسأل الآن. والله الأخت زهرة بارك الله فيك، نقول لك يعني درك هو انتقل رحمة الله عز وجل. انت نقيتيه، يعني شوف المرأة سبحان الله العظيم، المرأة الشريفة، المرأة المؤمنة، المرأة الوفية، رغم ما حصل بينهما من فرقة وكذا، ولكن في وقت المرض نقاته، يعني كانت مش باغية قبل ما يجي الغسال، نقاته يعني أشرفت على، قالت لك نقيته، نظفاته، ما شاء الله بارك الله فيك. إن شاء الله عندك أجر يا الأخت زهرة، عندك أجر، لأنه درتي عمل خير، درتي عمل إحسان. لا تقصد به إلا لا الخير. تقصد به شيء، تقصدين الخير. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات. أنت كما قلنا ما حبيتيش. هي ربما سمعت من يقول لها لا يحل لك وكذا. والله هذا الأمر يعني هو مريض على فراش الموت، راه مرض الموت، وبعدين مات. خلاص، يعني الأمر هذا انتهى. هو ربي يرحمه ويوسع عليه. الشيء درتيه يا الأخت زهرة ما تقلقي ما والو، نيتك انصرفت إلى عمل شريف، إلى الإحسان. إلى الإحسان. هو راه مات قبل ما يجي الغسال، يلقاه نقي، يلقاه نظيف. درتي هذا العمل لوجه الله، ربي يعطي لك الأجر، وما تقلقيش إن شاء الله عندك أجر، وما عندكش سيئة وما عندكش ذنب فيما فعلتي. بارك الله فيك سيدي الكريم. وهذا من إحسان المرأة الجزائرية على وجه الخصوص. يعني اسمح لي أن نتكلم على أنفسنا وعلى مجتمعنا. صحيح. يعني نجد فيه نساء يعني لهن مواقف الحرائر ولا مواقف حرة، يعني صحيح. موقفها في يعني تقف مع زوجها في السراء وفي الضراء وحين يعني حين المرض، وقد يعني حياتها كلها تمضيها معه وهو مريض. نعم. السيد الكريم، السيد نبيل من باتنا يقول تعرف على فتاة عبر الهاتف، حدث ما حدث. الأم في المرأة الأولى رفضت هذا الزواج لما رأت إصرارا من الشاب الذي أصر على أن يتزوج هذه البنت، من باب أنها وعدته، قالت له سأعطيك مالا وأدعمك في مسيرتك إذا أردت الزواج. ولكن حينما اقترب وحينما تقدم إليها تبين أنها لم تكن تملك إلا الوعود التي منته بها. وهو الآن يقول ما الحل، وقد اكتشف فيها الكذب. يقول كيف أصنع؟ والأمر يعني حقيقة يعني كما يبين أنه حيران في هذه المسألة. أبدأها من البداية من النهاية بحكمتك عالج الأمر سيدي الكريم. يا أخي، أولا فيه الحكمة تقول حسن الانتهاء من حسن الابتداء، حسن النهاية من حسن البداية. باش نضمن الخاتمة والنهاية الحسنة لازم تكون البداية حسنة. هي بدأت برك بالتليفون تاع النقال. يا أخي نبيل ربي حفظك على صفائك وجزاك الله خير، هو حريص على الخير يعني الله يبارك فيك يا أخي، باين يعني عنده قلب نظيف وقلب رقيق ما شاء الله، جزاك الله خير يا أخي العزيز. ولكن يا أخي ما هكذا يكون الزواج، يعني بالهاتف وبالانترنت وهذا الزواج كامل والله ما هو هكذا. نرجعوا شوية نحترموا شريعتنا ونحترموا أصالتنا، ما يلزمش نضيعوا. احنا ما جيناش هكذا برك من فراغ. صحيح. من ساعة جديت عندنا أصالة، عندنا أصول، عندنا جذور عميقة جدا وثا شرعيث أكت جديث كند كولنت. فبالتالي إذن هذه الأمور ما هكذا يعني يتم الزواج، ما هكذا يتم الزواج. سيدي الكريم لو تتكرم فقط نأخذ مكالمة. نعم. معليش سيدي. نعم. السيد محمد من ورقلة، تفضل سيد محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك. واش راك لاباس؟ لاباس الحمد لله. عندي برك سؤال برك للشيخ. تفضل به. بخص يعني مرة كنت في نقاش يعني مع الزوجة نتاعي يعني وتوترت شوية، وقلت يعني هكا يعني إذا كان
ما عجبكش الحاله هذيك ولا حاجه تهزي يعني حوايجك وروحي لداركم يعني. يعني هكاك متوتر ما كان عندي حتى قصد يعني من هذا الكلام. ايوه يعني واش نطلب يعني واش رايك يعني هذا يعني كنايه عن الطلاق ولا يعني يعتبر واش يعتبر يعني هي راحت ولا ما راحتش لدارهم؟ لا ما دار حتى جات يعني ما راحتش، سكتت يعني وريحت يعني سكتت وريحت. الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله. جميل ان شاء الله. ان شاء الله ما يكون غير الخير سيد حافظ على محمد. زوجتك يا سي محمد بارك اخويا. الله فيكم يا شيخ. الشيخ قال لك كلمه اسمعها منه. بارك الله فيك. يا محمد نعم حافظ على زوجتك يا اخويا، حافظ على زوجتك، ربي يحفظك ان شاء الله. ان شاء الله. بارك الله فيك. ستسمع الجواب بعد حين. شكرا جزيلا لك. يعطيك الصحه. معنا السيده ليندا من ام البواقي. سيده ليندا تفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حبيت نسال برك على 6 ايام شوال. تفضلي. هل نقدر ننوي معاهم نذر؟ عندي 3 ايام نذر يعني نعم خلاص يعني هذا هو سؤال. أنا حامل درت النذر على الحمل ومانيش قادره يعني نكمل الصيام ولا ممكن نصوم 6 ايام هذو ندير معاهم 3 ايام نذر. خلاص. او الان راكي بالحمل؟ يعني ان شاء الله ربي يتم لك بالخير ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. بارك الله فيك. اذا سيدي الكريم تفضل. او ناخذ اسمح لي السيد. معنا السيد رشيد من المدية. مرحبا بك وبناس المدية يا سيد رشيد. مرحبا بك تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي واحترامي للشيخ. شكرا جزيلا لك. بارك الله فيك. أسألك من فضلك على رمضان. واحد افطر في رمضان ومضطر. من فضلك سيدي الكريم اسمعنا مباشرة من سماعة الهاتف. اليومية اللي يدفعها في شهر رمضان. في رمضان مضطر. هذا ما فهمت. أعد السؤال سيدي الكريم مع إنقاص. هي القيمة اللي يدفعها بالدينار كل يوم كليت رمضان فيه. خلاص يعني الفدية. تسأل على الفدية. الفدية تاع رمضان كل يوم. خلاص يعني تصريح طبي هذه. خلاص إن شاء الله تسمع الإجابة. وسؤال ثالث من فضلك. تفضل. نطلب شيخنا العزيز يقول لي من فضله وين جاوا هذوك 12 عيون اللي خافت كيما طلب سيدنا موسى. خلاص إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك سيد رشيد. شكرا لكم واحترامي للشيخ. شكرا جزيلا واحترامنا لك كذلك سيدي الفاضل. إذا سيدي الكريم نكمل مع نبيل. إذن يا أخي نبيل قلنا باللي لازم الزواج عنده أصول وعنده أبواب تطرق. هو تعرف عليه عن طريق الهاتف. بين عنده حسن النية. ثم بعد الأخير هو قالها مانيش كافي روحي. كتبت العبارة اللي قالها هو. هي وعدته بيستعطوا أموال باش يتزوجوا. مع إصراره والدته تنازلت يعني ولا قبلت. كانت رافضة ثم قبلت. ولكن في الأخير قال لك ظهر بأنه كذبت علي. ها هنا ما بني على مثل هذا أساس هزيل جدا، ليس أساسا متينا. ثم هو أيضا لأنه غضب ولا قال لك نسبها ونسب والديها. يا أخي نبيل ما يديروش ناس هكذا. إثم. يا أخي نبيل لا. ذكرنا قبل حين حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه لا ضرر ولا ضرار. يعني حتى إذا كان هي كذبت عليك وضراتك هذا لا يسمح لك شرعا أن تؤذيها ولا تسبها ولا تسب أموالها اللي هما برياء في هذا الموضوع. هي التي وعدت وكانت كاذبة فيما قالت. لكن يا أخي لا تعالج الخطأ بالإثم، لا تعالج الخطأ بخطأ أكبر. أنا جاب لي رأيي يعني نصيحتي يا أخي نبيل مادام وصلت إلى هذا المستوى جدار الثقة انهار بيناتكم من الآن، انفصلوا. هي ربي يعطي لها وانت ربي يرزقك. سيدي الكريم يعني نعم. في نقطة في هذا الأمر يعني كثير من العلاقات على هذه الشاكلة تستمر لسنوات لكن الضرر يقع أحيانا على المرأة. نعم يعني 4 سنوات من حياتها. صحيح. لذلك نفضل الآن يعني خير 4 سنوات. صح حقيقة المرأة تتضرر أكثر. صحيح. لأنه الرجل بالنسبة للمجتمعات الذكورية كما يقول علماء الاجتماع صحيح. الرجل يقدر يتزوج في أي وقت ولكن المرأة لا. لذلك من هنا ننبه البنات خاصة نقول لهم يا البنات اتقوا الله عز وجل. اللي يقول لك نحبك ويقول لك الكلام فارغ
إثباته الزواج. هذا كلام فاضي كما يقال المصري، كلام فارغ. اللي يقول لك يا طفل نحبك قول له مرحبا بك، روح لبابا وماما، روح ليما وبابا. أقصر الطرق يعني. أقصر الطرق. عندي أسرة باش يكون عندك عزة وكرامة. صحيح. إذا جابك بواحد السهولة هكذا غدوة يهينك. يعني كثير من النساء يعني ضاعت أعمارهن. نعم. يعني تجاوزنا يعني ربما السن الذي يقصدنا فيه وبقينا بعدين يبقى يعلقها سنوات، 6 سنوات، 7 سنوات، 10 سنوات، في الأخير يقولها خلاص. أحيانا يعني مبررات اس ام اس درك يعني يخسر عليها غير اس ام اس، يعني نتاع مش عارف 100 دولار ولا شحال ولا الفرق ولا يقول خلاص أنا أعتذر والسلام. وبعدين تقول لك خلاص أنا عمري راحت لي فترة الزواج وكذا إلى آخره، الآن لا أخطب وكذا. هي المتضرر ذيك نقول اتقوا الله عز وجل. يا أخي نقول لك نصيحتي بكل صراحة، مقتنع بهذه النصيحة. يا أخي هو ربي يرزقك يا أخي نبيل، هو يا ربي يرزقها، افترقوا بالخير بلا ما تسبوا بعضكم البعض، وإن شاء الله ربي يرزقها بزوج صالح، وأنت ربي يرزقك بزوجة صالحة والسلام. شكرا سيدي الكريم. سيد محمد من ورقلة يسأل عن حكم يعني تكلم كلام، قال لزوجته خذي متاعك وانصرفي لأهلك. هي لم تذهب ولم يعزم على الطلاق، وإنما كان قلقا وأراد أن نعم لا شيء عليك يا أخي محمد. الآن هي ماهيش طالق، تقول إذا ما عجبكش الحال روحي. هي ما يخاف يكون كناية على الطلاق. لا إن شاء الله ما كانش. هي أصلا ما خرجتش يعني، حتى على فرض ذلك إذا افترضنا ذلك جدلا فهي لم تغادر. فبالتالي يمكن أن يصنف حتى في إطار الطلاق المعلق. نجاوبك بسرعة مادام الوقت مشى بزاف. نقول يا أخي محمد لا شيء عليك، ولكن نصيحتي لك يا أخي محمد من ورقلة ابتعد من هذا الكلام. هذه نتاع الشونطاج، إذا رحتي وكذا ودرتي، لا يا أخوي عندكم مشكلة، ناقشوا هذيك المشكلة. إذا كان ثم أنت ماكش مستعد وهي ماشي مستعدة أجلوها والسلام. حتى يقال أن الطلاق سيدي الكريم يعني لا يتخذ في ساعات الغضب، لأنه قرار مصيري. فالأولى أن يتخذ والإنسان يكون يعني في عقله، يكون قرار ناضج إلى آخره، حسب له حسابه. نعم، ويفكر في الكونسيكونس، يفكر في المستقبل يعني في النتائج. نعم. نفع الله بك سيدي الكريم. سيدة ليندا من أم البواقي تقول الآن هي تصوم 6 من شوال وهي حامل، الله يتمنها بالخير، وتقول هل تستطيع أن تنوي هذا وهذا يعني؟ نعم، هناك تحصل على الأجرين في مرة واحدة. يا أختي ليندا الحمد لله الاختلافات الفقهية إن شاء الله فيها خير. بعد معنا سؤال نتاع أحد الإخوة الاختلافات الفقهية، قد أفصل في هذا الأمر إذا كان يعني ممكن. صحيح. يا أخي أختي ليندا ما تقلقيش إن شاء الله، هذا مما جائز عند كثير من العلماء أنك تجمعي بين النيتين، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. صحيح. السيد رشيد من المدية يقول يعني الفدية، شحال الفدية اللي صام في رمضان؟ شحال الفدية يا أخي رشيد من المدية؟ الحد الأدنى نتاعها عن كل يوم 25 دينار، هذا الحد الأدنى. إذا زدت أكثر 30 دينار، 50 دينار، 100 دينار لكل فقير يعني فذلك أحسن، وإلا تبرؤ الذمة نتاعك ب 25 دينار عن كل يوم. يقول وين جات هذيك في مصر. في مصر نعم. ولا ندري المكان بالضبط يعني يقول. نعم. إذا السيد عمر نختم بسؤاله، قال أخرجت زكاة الفطر نقدا وقيل بلزوم إخراجها من قوت أهل البلد، فدب إلي شك أريد توضيحا. يا أخي عمر ما تخليش الشك يجي عندك، اطمئن تماما. أنت خرجت زكاة الفطر نتاعك 100 دينار عن كل فرد في العائلة نتاعك، هذا أمر جائز. اللي خرجها من قوت أهل البلد جائز، واللي خرجها دراهم نقدا جائز. وممن قال بهذا الكلام بهذا الرأي يعني جواز إخراج زكاة الفطر نقدا الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز، الإمام الحسن البصري، والإمام أبو حنيفة، وغيرهم من الأئمة الأعلام. إذا لا حرج مراعاة لمصلحة الفقير طبعا، مراعاة لمصلحة الفقير. وهناك حجج كثيرة لا يسمح المقام التفصيلي فيها. وإذا لأنه بعض الناس يقطعون، يقولوا خلاص. يا أخي نقول هؤلاء اللي يفتوا بها قل اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله عز وجل، أنه تشوشوا على الناس. إذا اللي خرجها من قوت البلد جائز، اللي خرجها نقدا جائز. ما تقطعوش على الناس الطريق، تخليوا غير طريق واحدة والسلام. ربما هذا فيه ربما يعني إلزام الناس حملهم على قول واحد حرج للناس. هذا حرج، والحرج مرفوع كما يقول السادة الفقهاء.
يقول الفقهاء الحرج مرفوع شرعا، فلا نوقع الناس في حرج بالفتاوى. والحديث بقي إن شاء الله وقدر فرصة أخرى. سيدي الكريم، استمتعنا كثيرا بنصائحك وبكلامك الجميل. شكرا جزيلا لك فضيلة الدكتور سعيد بوزيري. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. لقاؤنا يتجدد بكم غدا بإذن الله. إلى ذلكم الحين دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.